السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حشارك معاكم طريقتي في عمل الكباب الميرو. يلا نشوف طريقة التحضير والمقادير. هنا عندي مقادير الكباب الميرو. هحتاج هنا نص كيلو مفرومة قدها من الدقيق الدخن، يعني نفس الزبدية أعير بيها دقيق الدخن. وعندي هنا 3 ملاعق كبيرة من الكزبرة الناشفة. وعندي هنا بالنسبة للبهارات عندي هنا ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة مليانة ملح. هنا راح اخذ اللحم المفروم وراح احط عليه دقيق الدخن والبهارات الملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة هي أكثر شيء، علشان الكزبرة الناشفة هي اللي تديله الطعم. خلاص، ونخلط كده علين يدخل الدقيق حق الدخن في المفرومة. نستمر كده بالخلط، وحيتعبكم شوية بس إنه علين ينسجموا مع بعض. الحين عندي حبدأ أضيف له شوية موية كده وأخلط عليه، نحصل على قوام متماسك كده، بس شوية موية نضيف. لازم نستمر بعجنها بدا الشكل مظبوط علشان ندخل فيها البهارات كده لحوالي 10 دقايق، واحنا نعجن في المفرومة مع الدخن علشان البهارات تدخل عندنا مظبوط في المفرومة ويصير طعمه لذيذ. دحين راح اخد صحن زي كده وحبدأ اسوي كور ده الشكل. كبروها شوية علشان في الزيت بيصغر حجمها. ابدأ ارصهم كده جنب بعض. استمر بنفس الطريقة علينا اغلق كمية المفرومة الكباب كله. هنا خلاص خلصت الكمية كلها. دحين هحتفظ بيه في الثلاجة لمدة ربع ساعة، بعدين ابدأ اقليه. هنا بالنسبة لمقادير الطحينة حقت الكباب الميرو، هحتاج هنا نص كاسة طحينة، حبة طماطم مقطعة مربعات، ملعقتين كبيرة خل، شوية موية، حبة بيض أو حبتين بيض مسلوق، وبقدونس مفروم، حبة خيار مقطعة مربعات، والبهارات فلفل أسود وملح. وعندي هنا قارورة لبن صغيرة. أنا أضيف في الطحينة لبن صراحة تديها نكهة مرة طعمة. أول شيء هضيف الطحينة اللي عندي، أضيف عليها قارورة اللبن، هضيف عليها ملعقتين الخل، فلفل أسود وملح. راح أخلط المكونات دي كلها مع بعض علين تصير عندي الطحينة تقيلة شوية. أحس بها كده تقلت وصار لونها أبيض ده الشكل. تقلت عندنا الطحينة. اللبن هنا بيديها كده قوام تقيل ويصير كده لونها أبيض زي حقة المطاعم، النكهة حقتها. هنا حضيف شوية موية اللي هي حوالي نص كاسة موية، وأخلط ده الشكل. علينا نتأكد إنه خلاص كله انسجم كده مع بعض. وحبدأ أضيف دحين عندي هنا الملعقة، حضيف البقدونس، حضيف الخيار، وحضيف الطماطم، وحضيف البيض المسلوق. البيض المسلوق اختياري، هو الكباب الميرو معروف انه الطحينة حقته يكون فيها بيض مسلوق. هنا خلاص الزيت صار عندي حار،
حبدأ اقلي دحين في الكباب. لازم الزيت يكون حار مرة. احاول اكون سريعة عشان ياخد نفس السوى. اقلب كده باستمرار علين كله لونه كده يتغير ويبلي كده صارت فيه له زي القرمشة كده. مع الاستمرار في التقليب لازم تستمر تقلبيه على طول. هو بسرعة يستوي. تكوني مجهزة صحن جنبك علشان ترفعيه على طول. خلاص هنا استوى عندي، حرفعه على طول في الصحن احطه في صحن التقديم. هذا الشكل النهائي للكباب الميرو، نقدمه مع سلطة الطحينة اللي سويتها معاكم. يتقدم حار. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، وبالعافية.